السلام عليكم ورحمة الله. دائما على خلفية الجريمة البشعة التي وقعت في تركيا وبالضبط في بلدة كهرمان مرعش منذ 3 أيام، واللي كان الرأس المدبر ديالها للأسف مراهق يبلغ من العمر 14 سنة، واللي دخل المؤسسة المدرسية اللي كان كيقرا فيها وقتل بدم بارد 8 ديال التلاميذ ومعلمة. وقبل وصول الشرطة وضع حدا لحياته، وبالتالي فعدد الضحايا ارتفع ل10 ضحايا، من بينهم هو منفذ العملية و8 تلاميذ ومعلمة اللي غيكون عنده واحد الدور بطولي غادي تعرفوه في الفيديو. دابا راه جبت لكم صور جديدة باش نشوفوا أثناء وقوع الحادثة كيفاش كانوا التلاميذ كيهربوا وكينقزوا من النوافذ خوفا من القتل. كيف ما كتشوفوا في الفيديو فالتحذير المقطع يتضمن يعني مشاهد حساسة. نشوفوا المقطع ومن بعد نكملوا بالتفاصيل. نتوما كتسمعوا الصوت ديال الرصاص، وكيف ما كتشوفوا امامكم الاطفال كيهربوا من النوافذ. Allah'ım yarabbim. هذه شي سيده هذه كتصور من مقابله مع Camdan المدرسه. atlıyorlar. Allah. Allah. Ay çocuklar camdan atlıyor. يعني هذه الحاله ديال الدور لا يمكن ان توصف صراحه. شوفوا الدراري كيفاش كينقزوا من النوافذ. هو خدام كيضرب في القرطاس وخدام كيقتل في التلاميذ. المهم هذا هو المقطع. ندوزو المقطع الثاني اللي كتبان فيه الصورة ديال هاد السفاح هذا. فما كتبغيش تدخل لك الراس انك تقول سفاح، لانك تشوف الوجه ديالو وكتعرفوا بانه عنده 14 سنه فقط. يعني الانسان عنده 14 سنه ويقوم بهذه الجريمه البشعه، انت كمعلق ما يعني بحال كتجيك واحد الصدمه، ما كتقدرش تقول عليه مجرم ولا، مع العلم انه مجرم لانه قتل 9 ديال الناس وانهى الحياه ديالو. كيف ما كتشوفوا في الصوره فهو هذا، وها هي الالعاب اللي كان كيلعب فيها. شوفوا هاد الالعاب هذه اللي كان مدمن عليها، وبحال هاد الالعاب هادو كيكونوا متاحين للمراهقين كيف ما كتعرفوا في لي كونسول بلاي ولا اكس بوكس. مع العلم ان هاد كاينين واحد الاصناف ديال الالعاب اللي ممنوعه في عده دول. شوفوا العنف اللي كاين في هاد الالعاب هاد. مهم هذا هو النوع ديال الالعاب اللي كان كيلعبهم هاد السفاح هذا. الان غادي ندوزو لواحد المقاطع اللي حساسه شويه، اللي فيها العائلات وهما كيودعوا الجثامين ديال الابناء ديالهم اللي توفاو. نشوف. Şey kopmuş ablam. O gün arkadaşları tebrik etti. Bir tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldüm. كيف ما شفتوا في الفيديو فالعائلات متأثرين بالفقدان ديال الأبناء ديالهم، وهذه مسألة جد طبيعية. الآباء منهارين، الأمهات منهارات، البكاء، وهذا الشيء طبيعي لأن
ما تبغي حتى شي واحد انه يعيش بحال هاد الحاله، تكون مريح في دارك جالس ما بك ما عليك، تيجيك واحد الاتصال ويقولوا لك بان ولدك راه مات في المدرسه، وشكون اللي قتلو واحد المراهق ولا واحد الطفل اللي كان كيقرا معاه. فبدون شك غتكون صدمه خيبه بزاف للاباء. غندوزو ونشوفوا الصور ديال هاد الابرياء هادو اللي تقتلوا واللي قتلهم هاد السفاح هذا. شوفوا اطفال كلهم هادو اللي تقتلوا 8 اطفال، جوج ديال الدريات و6 ديال الدراري، والمعلمه ديالهم اللي هي هنا كاينه الوسط. وكيقولوا يعني التحريات اللي كانت والشهادات اللي ادلوا بها الناس اللي كانوا حاضرين في هذه المأساة هذه، بان هذه الاستاذه كان عندها واحد الدور كبير جدا في انقاذ الاطفال الاخرين. كما كتعرفوا بان هذاك المجرم منفذ هذه العمليه هذه، فكانوا معاه 5 ديال المسدسات وكانت عنده ذخيره بزاف. فتخيلوا معايا شحال كان يقدر يقتل ديال عباد الله. وملي دخل لواحد الفصل، الاستاذه هذه ملي شافته كيتيري يعني بهذيك الشده وبهذاك يعني هو كان حاقد على هذوك الاطفال. ملي شافته بدا كيتيري في الاطفال وقتل بالفعل الاطفال اللي كانوا متواجدين في الفصل، فولات هي كتشكل درع وحاجز امامه وامام الاطفال الاخرين، لدرجه انها غطات بالجسد ديالها الاطفال باش ما يوصلهمش القرطاس. وبالفعل فانقذت الحياه ديال العديد من الاطفال اللي كانوا يقدروا يلقاو الحتف ديالهم في هذه العمليه هذه اللي نفذها هذا المجرم. ندوزو نشوفوا فيديو اخر. الصراحه مشاهد جد محزنه. كما كتشوفوا الناس الصدمه ديالهم كبيره بزاف صراحه. صراحه فاجعه كبيره جدا. صراحه مشاهد جد مؤلمه. حنا غندوزو لواحد الصوره اللي كيبان فيها هاد السفاح هذا مع العائله ديالو. هذه هي العائله ديال هاد السفاح. وتخيلوا معايا لو كان هاد السفاح هذا وهاد المجرم هذا خرج من وسط عائله مسلمه محافظه، وكان الاب ديالو مثلا شيخ. فتخيلوا معايا وسائل الاعلام اشنو كانت غادي تقول. فكانت غتوصفوا بهذاك الوصف اللي كنعرفوه كاملين، بانه كبابي وبانه متطرف وبانه. ولكن مادام انه خارج من اسره اللي كيف ما كنقولوا اسره علمانيه معاصره، فقالوا بانه يعني عنده واحد النزعه نرجسيه. وهذا الشيء غنشوفوه في الفيديو الاخر اللي غادي نعرض عليكم، واللي غيكون اخر هذا المقطع هذا. نشوفوه ونعلقوا عليه. يعني كيف ما كتشوفوا باين بان هاد السفاح هذا كان عنده اضطراب نفسي يعني خطير جدا. كنقول انا مع راسي كيفاش الوالدين ديالو ما انتبهوش لهذا الخلل النفسي اللي عند الطفل. كيف ما كتشوفوا بانه هو دري وكيلبس الحوايج ديال الدريات، وكان كيسمي راسو بكوناطا، وكان يعني مدمن على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان كيدخل المنصات كديسكورد ولا ريديت، وكانوا عنده اتصالات مع ناس اللي اجانب عليه. يعني كان كيبان بانه عنده واحد الخلل النفسي. وغنشوفوا شنو هما الكلمات اللي قالهم قبل ما ينفذ هذيك العمليه. انا كيف ما كتشوفوا قبل الهجوم كان كيتدرب مع الاب ديالو على الضرب بالسلاح. وبين بانه كان عنده واحد النوع من جنون العظمه، وكان كيعتبر راسو بانه ذكي، وكان كيعتبر راسو بانه
يعني عنده الذكاء ديالو ذكاء مفرط، وهادو يعني من الأعراض ديال النرجسية، لأن النرجسية راه مرض نفسي خطير جدًا. كيف ما شفتوا كتبين والسبب هو عقدة التفوق، يعني كان كيشوف راسو أحسن من الناس كاملين، وهادي واحد الغلطة كيرتكبوها الآباء بزاف وبغيت نحذّر منها، بسبب الحب ديالهم المفرط للأبناء ديالهم، فكيصوروا الأبناء ديالهم على أنهم هُما المركز ديال الكون، وهُما اللي يرسخوا عندهم هذيك العقدة. ولدك ديما خاصك ما تعطيهش كتر من القدر ديالو، إلا غلط راه غلط، إلا دار شي حاجة زوينة راه شي حاجة زوينة، ولكن ما تضخّمش، ما تحاولش أنك تضخّم وترد ولدك هو المركز ديال الكون، لأن ذلك غينعكس سلبًا على الحياة ديالو وعلى الاستقرار ديالو النفسي بالخصوص. كيف ما شفتوا قال لك بأنه رسالة كتبها قبل ما ينفذ العمل ديالو، هذاك العمل الإجرامي ديالو، قال لك: عائلتي تكرهني، أنا عبقري، ذكائي 130. أنا أفضل من الجميع، أريدهم أن يشعروا بضرري. وختمها كتب: سأري هذا العالم مدى سخطي. وبالفعل نفذ ديك العملية الإجرامية ديالو وقتل معاه أبرياء كما قلنا 8 ديال التلاميذ والمعلمة ديالهم اللي كان الدور ديالها بطولي في إنقاذ حياة أشخاص آخرين، وللأسف في الأخير نهى الحياة ديالو. وملي كتجي كتحلل في هاد الظاهرة هادي كتشوف بأن هاد السفاح هذا فهو كان عنده خلل نفسي ظاهر، وللأسف الأبوين لم ينتبها لهذا الشيء، ويقدر يكون هنا خلل في التربية ديال الوالدين، ويقدر يكون بأن هناك واحد الإهمال عاطفي اللي كيخلي ولا عاوتاني الإفراط في الحب ديال الأولاد اللي يقدر يخرج لينا بحال هاد الظواهر. نسأل الله السلامة والعافية. وصلنا لنهاية الفيديو. كيف ما العادة إلى عجبكم ما تنساوش زر الإعجاب، ما تنساوش التعليق اللي مهم جدا باش القناة تزيد لقدام، والاشتراك في القناة هو مهم بزاف. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله، إلى مقطع قادم إن شاء الله.